أثار خبر وفاة الإعلامية السعودية بشاير آل قبوس حالة واسعة من الحزن والصدمة خلال الأيام الماضية، بعدما تداول الإعلاميون والمتابعون خبر رحيلها المفاجئ في مشهد مؤثر أعاد تسليط الضوء على مسيرتها المهنية والإنسانية. لكن من هي بشاير آل قبوس؟ ولماذا شكل خبر وفاتها صدمة كبيرة داخل الوسط الإعلامي السعودي؟ وما أبرز المحطات التي صنعت حضورها اللافت؟ خيم الحزن على الوسط الإعلامي السعودي بعد الإعلان عن وفاة الإعلامية بشاير آل قبوس في خبر وصفه كثيرون بالمفاجئ والمؤلم، خاصة بين زملائها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسرعان ما تحولت حساباتها على منصات التواصل إلى مساحة مليئة برسائل الدعاء والنعي، حيث استعاد كثير من الإعلاميين أبرز المواقف المهنية والإنسانية التي جمعتهم بها. كما أعلنت وزارة الإعلام السعودية وهيئة الإذاعة والتلفزيون خبر الوفاة بشكل رسمي، مشيدتين بما قدمته الراحلة خلال سنوات عملها، خاصة بصفتها مراسلة لقناة السعودية في مدينة الدمام. كذلك قدم وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري تعازيها لعائلتها وزملائها، مؤكداً تقديره لما عرفت به من إخلاص وتفان في أداء رسالتها الإعلامية. لكن السؤال الذي طرحه كثيرون بعد رحيلها: من هي بشاير آل قبوس؟ وما الذي جعل اسمها يحظى بهذا الحضور؟ تعد بشاير آل قبوس من الوجوه الإعلامية السعودية التي برزت خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في مجال التغطيات الميدانية. درست الإعلام في جامعة البحرين وتخصصت في الإذاعة والتلفزيون قبل أن تبدأ رحلتها المهنية وتلفت الأنظار بأسلوبها الهادئ وحضورها المهني أمام الكاميرا. كما أشارت تقارير متداولة إلى حصولها على درجة الماجستير في علم الجريمة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وهو ما أضاف جانباً مختلفاً لاهتماماتها المهنية والمعرفية. ومن أبرز المحطات التي ارتبط اسمها بها تغطيتها لقضية خاطفة الدمام، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً داخل المملكة قبل سنوات. بحسب متابعين وإعلاميين، شكلت تلك التغطية نقطة مهمة في مسيرتها، بعدما نجحت في تقديم تفاصيل القضية بأسلوب مهني وهادئ، مما ساهم في تعزيز حضورها الإعلامي لدى الجمهور. أما بعد إعلان الوفاة فقد امتلأت منصات التواصل برسائل الحزن والدعاء، حيث استذكر زملاؤها أخلاقها الرفيعة وروحها الإيجابية، إلى جانب التزامها المهني وعلاقاتها الإنسانية الطيبة داخل الوسط الإعلامي. وفي نقطة مهمة لا بد من الإشارة إليها: حتى الآن لم يصدر إعلان رسمي يوضح السبب الطبي الدقيق للوفاة، لذلك من المهم التعامل بحذر مع أي معلومات غير مؤكدة يتم تداولها. كما جرى تداول منشور منسوب لوالد الراحلة يتضمن موعد الصلاة عليها في الدمام، وسط حالة تعاطف واسعة ورسائل عزاء من المتابعين والإعلاميين. وخلال سنوات قليلة استطاعت بشاير آل قبوس أن تترك أثراً واضحاً في المشهد الإعلامي السعودي، ليس فقط بحضورها المهني بل أيضاً بأخلاقها وعلاقاتها الإنسانية التي تحدث عنها كثيرون بعد رحيلها. رحمها الله رحمة واسعة، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان. وإذا كنتم تتابعون أخبار الإعلام والمشاهير والترندات، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وأخبروني في التعليقات برأيكم ما الذي يجعل بعض الإعلاميين يتركون أثراً كبيراً في ذاكرة الناس رغم سنوات عمل قصيرة؟